صينية جلاش بالكريمة بطريقة سهلة وبسيطة جدا هتطلع معاكي بالجمال ده. شايفين يا جماعة؟ حكاية. يلا نشوف الطريقة. اول حاجة معايا هنا الكريمة اللي انا هعملها. معايا كوبايتين من اللبن، اول ما ابتدوا ان هم يغلوا نزلت عليهم بنص كوباية من اللبن مدوب فيها معلقتين كبار من النشا. تمام كده، حطيتهم عليها ولحد هفضل اقلب لحد ما القوام بتاعي يتقل بالشكل ده. طبعا في اللبن في الاول قبل ما يغلي انا ضايفه 3 معالق كبار من السكر. تمام كده. هنا بقى هضيف قشطه. تقدري تضيفي اي نوع قشطه متوفر عندك، سواء جايباه من السوبر ماركت او اللي هي قشطه القشطه بتاعه اللبن اللي هي بتاعه وش اللبن. تمام كده. بعد بقى ما خلاص دوبت فيها القشطه وقلبتها كويس جدا. هنا بقى الخطوه دي اختياريه لو انت حابه تعمليها. ده عارفين القريش اللي بيطلع من اللبن القاطع؟ تمام كده، انا خدت منه تقريبا حوالي نص كوبايه. تمام كده. يعني لبن انا قطعته، حطيت عليه معلقه خل، قطعته ورحت مصفياه. الشرش ده تستخدميه عادي في المعجنات. والبقى القريش اللي طلع خدت نصه حطيته على الكريمه. تمام كده وقلبته. وهحط في الاخر بقى الفانيليا واقفل عليها. وبس كده تكون جاهزه معايا. هسيبها بقى تبرد تماما وادخلها هدخلها التلاجة تسقع. عايزه اقول لكم طعم الكريمه تحفه يا جماعه، جربوا الطريقه دي. هنا بقى جبت بقى لفه الجلاش. هبتدي بقى اني انا مدوبه زبده. زبده بس. حابه تضيفي زبده وزيت مفيش اي مشكله. شايفين الجمال؟ الكريمه اهي جاهزه معايا. هبتدي بقى احط نص طبقات الجلاش اللي عندي، وبعدين هضيف ليها الكريمه كلها. تمام كده. طبعا انا معليه حواف الجلاش عشان الكريمه ما تطلعش بره وتكون كلها متغلفه بالجلاش. تمام كده. بعد بقى ما ضفت الكميه كلها ابتدي اضيف اول ورقه من الجلاش. تمام كده. هحاول اني انا هدخلها من جوه زي ما انتم شايفين، بحيث اني انا اغلف الجلاش بالكريمه. هتدخلوها بالراحه جدا هتلاقوها دخلت معاكم. بس وهبتدي بقى ادهن زبده واعمل نفس الخطوات لحد ما اخلص باقي مقدار الجلاش اللي معايا. تمام. يبقى لفه الجلاش بقسمها على اتنين، بضيف نص الورق تحت والنص التاني لفوق. بس كده. بضيف ورق بتكون متني كده، والورقه اللي بعدها بضيفها مفروده، وكمان بغطيها وبدخلها لجوه. بصوا بقى، انا هنا دلوقتي دي طريقه سهله حبيت اوريها لكم لو انت مش عارفه ازاي تدخلي الورق. يعني بظهر المعلقه هتفضلي تزقي الورقه كده هتلاقيها دخلت معاكي وبقت مظبوطه. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بمنتهى السهوله. كده خلاص هكون انا بقى مجهزه الفرن على فرن سخن بدرجه حراره 200. تمام كده. هبتدي اقطع الجلاش واجهزه والفرن سخن معايا. هدخلها بقى الفرن، هتاخد معايا تقريبا 25 دقيقه. هتاخد لون ذهبي جميل بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اسقيها بالشربات بارد. تمام كده. كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه سبتهم يغلوا، نزلت عليهم بعصره ليمون. وفي الاخر 10 دقايق بعد الغليان بضيف الفانيليا وبقفل عليه واسيبه يبرد في التلاجة. خلاص كده جهزت معايا واسيبها تهدى تماما عشان ان انا اعرف اقدمها. تمام كده. تعالوا بقى اوريكم قطعه نطلعها. عايزه اقول لكم في منتهى الجمال، الكريمه تحفه جدا جدا جدا. هتعجبكم قوي. تقدروا وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. رمضان كريم. باي باي.